في زمن كانت فيه الأمة الإسلامية تمر بظروف صعبة، وكانت مدينة القدس تحت الاحتلال الصليبي لأكثر من 88 عاماً، ولد رجل سيكتب اسمه في صفحات المجد بمداد من ذهب، إنه صلاح الدين الأيوبي. ولد صلاح الدين في تكريت بالعراق عام 1137. نشأ في بيت ملتزم، وتعلم منذ صغره العلم والفروسية والقيادة. لم يكن طامعاً في السلطة، لكنه كان يحمل في قلبه حلماً واحداً: تحرير القدس. عمل صلاح الدين تحت قيادة القائد نور الدين زنكي، وتعلم منه العدل والرحمة والجهاد. وبعد وفاة نور الدين أصبح صلاح الدين سلطاناً على مصر والشام، وبدأ يوحد المسلمين تحت راية واحدة بعدما مزقتهم الحروب الداخلية والدويلات المتفرقة. صلاح الدين لم يكن قائداً عسكرياً فقط، بل كان رجلاً تقياً متواضعاً، ينام القليل ويأكل القليل ويعيش كبقية الجنود. وفي عام 1187 وقعت معركة فاصلة، معركة حطين. جمع صلاح الدين جيشه وخطب فيهم قائلاً: إن كنتم تريدون الجنة فهي هناك عند أسوار القدس. وبالفعل انتصر صلاح الدين في معركة حطين انتصاراً ساحقاً، وأسر المئات من فرسان الصليبيين، ثم توجه نحو القدس. وعندما حاصرها طلب منه أهلها الأمان، فأعطاهم العهد بأن لا يقتل أحد ولا يسفك دم، خلافاً لما فعله الصليبيون عند احتلالهم للمدينة. فتح صلاح الدين القدس بالعدل والرحمة، وصلى فيها ركعتين شكراً لله. هذا هو صلاح الدين، الرجل الذي أعاد للأمة كرامتها، وعلم العالم أن البطولة لا تكون بالسيف فقط، بل أيضاً بالأخلاق والعدل والنية الخالصة لله. هل تعلم عندما توفي صلاح الدين لم يترك خلفه قصراً ولا مالاً، بل ترك في خزانته دينار واحد كفٍ، لكنه ترك أعظم ميراث: قدوة حقيقية في القيادة والبطولة والإيمان.